من أهالي البصرة، من أهالي البصرة الأبطال المظلومين، نناشدكم باسم الإنسانية. رسالة عتب من جريح حرب إلى وزير الدفاع العراقي. وجه المنتسب هادي مزعل الفريجي الملقب بالمحارب الدولي رسالة عتب إلى وزير الدفاع ثابت العباسي عبر مقطع فيديو، حيث عاتب فيه الفريجي الوزارة بسبب التأخر في توزيع قطع الأراضي للضباط المنتسبين وجرحى الوزارة وذوي الشهداء، وخص بالذكر المستحقين في محافظة البصرة. وطالب الوزارة ومديرية الإسكان العسكري بإرسال القرص الخاص بأسماء المستحقين بشكل عاجل إلى الشعبة الفنية لإسكان البصرة من أجل تمكين البلدية من بدء توزيع أراضي مقاطعة الشهيد وسام على مستحقيها وعدم المماطلة. الرجل من ينطق كلمة ينفذها. السيد معالي وزير الدفاع المحترم صرح وقال بإذن الله كل منتسبي وزارة الدفاع بسنة 2025 يستلمون قطع أراضي. وللأسف اليوم هاي السنة أو سنة 2025 شارفت على الانتهاء، ولحد الآن ولا منتسب مستلم قطعة أرض. وأيضا وللأسف هذه الدورة البرلمانية النيابية انتهت. فمناشدة إلى السيد معالي وزير الدفاع ثابت محمد العباسي المحترم، وإلى السيد رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن القوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله المحترم. نحن منتسبي وجرحى وشهداء وضباط وموظفي ومتقاعدي وزارة الدفاع من أهالي البصرة، من أهالي البصرة الأبطال المظلومين، نناشدكم باسم الإنسانية بإنصافنا والتكرم والتفضل علينا بإرسال قرص حديث، قرص يحوي جميع الأسماء من ضباط وشهداء وجرحى وموظفين ومتقاعدين، الجميع من أهالي البصرة، وإرساله إلى محافظة البصرة شعبة الإسكان، إسكان البصرة الشعبة الفنية بالسرعة الممكنة.